شوفنا في الموسم اللي فات سايتاما البطل الاقوى اللي ما فيش اي وحش بياخد في ايديه غير لكمه واحده، ودوت اللي كان مضايقه جدا لانه هو اصلا بقى بطل علشان يحس بالحماس. بس تعمل ايه لما تكون انت الاقوى؟ ودوت اللي مضايقه جدا لان هو بيشوف الابطال بيقاتلوا وحوش وبيكونوا مستمتعين، وهو لما بيجي يعمل المثل ما بيعرفش تماما لان الوحوش اخرها لكمه بس منه. وعلى الرغم قوته المهوله دي بس ما كانش حد عارفه تماما لان هو بيهزم الوحوش بلكمه واحده، ومنظمه الابطال ما كانتش عارفه بوجوده، لدرجه ان هو وتلميذه جيسون لما راحوا عملوا اختبار الابطال جيسون بقى الراتبه بتاعته اعلى من سايتاما. وفي النهايه بقى في كارثه حلت على كوكب الارض، والكارثه ديت ممكن تبيد البشريه عن بكره ابيها، لدرجه ان حتى ابطال الفائس بيكونوا بيقاتلوا بالعافيه. اما سايتاما بقى راح عند الزعيم بتاعهم باروس اللي دارت ما بين الاتنين معركه خارقه، وباروس بيكون فاكر ان هو خلاص قضى على سايتاما اقوى بشري في العالم، ولكن اتضح ان سايتاما بيلعب معاه وهي برضه لكمه واحده كانت كفيله ان هي تقتله، وده برضه اللي بيضايقه جدا. فاطر اللي هيحصل كل ده واكتر هنعرفه النهارده، لكن اول ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدا. بعدها بقى بنشوف سايتاما وجينوس وهم راجعين من البقاله. كده احنا مش ناقصنا بس غير الشامبو والزيت علشان نكون جبنا المخزون بتاع الاسبوع كله، فبيقول له انت معاك حق. وهم ماشيين كده ساعتها بيظهر وحش وعمال يرعب كل اللي موجودين، ولكن بالغلط بيخبط في واحد. ايوه دوت كينج اقوى بطل في العالم اللي بيكون خارجه منه هاله حرفيا بترعب الوحش، وبيقول له انا اسف ارحمني ارجوك، فبيقول له يلا امشي. وبعدها بقى بيروح يشتري لعب اطفال، وبيقول انا متحمس جدا علشان العبها. واللي بيكونوا شايفينه هم اصدقائنا اللي ما بيكونوش فاهمين هو ايه اللي بيخليه يشتري الالعاب الطفوليه ديت، ما بيدوش للموضوع اي اهميه وبيقرروا ان هم يروحوا. بس ساعتها في وحش بيظهر في المكان واسمه جيفور. اصدقائنا بيكونوا عايزين يتدخلوا بس بيقولوا لا، احنا دلوقتي هنشهد قوه اقوى بطل في العالم. اللي بيقول لجيفور انا اقوى بطل في العالم، انت بتتجرأ انك تواجهني؟ ايوه انا جيت هنا علشان اختبر قوتي عليك. وفجاه في صوت مرعب بيظهر في المكان بيرعب كل اللي موجودين. ايوه ديت قوه كينج. ايه اللي بيقول له انت عايزني اقتلك بكل قوتي مش كده؟ طب ينفع بس تسيبني اروح الحمام علشان انا محصور وبكده انا مش هقدر ان انا اخرج كل قوتي. فبيسمح له. بالفعل بيروح للحمام وبنشوفه جوه بقى وهو حرفيا مرعوب جدا، وبقول انا ولا بطل ولا زفت، انا خايف جدا. كل ما في الموضوع ان الوحوش بتنجذب ليا ليه مش عارف، وكل ما بغمض عيني بلاقي حد هزمه، وطبعا الفضل كله بينتسب ليا. هو دوت كل ما في الموضوع، بس طبعا علشان بيبان لكل اللي موجودين ان انا اللي هزمت الوحش، فمنظمه الابطال بعتت لي شهاده ان انا بطل من الراتبه اس. انا كنت مستمتع بالموضوع في البدايه بس الموضوع سيء دلوقتي جدا. وجيفور بيبدا ان هو يتحرك، اول لما دوت بيحس بيه على طول بيفتح سبرنت على البيت، واللي بيقتل جيفور هو جينوس اللي بيديله واحده مدمره بيجيبه على الارض وبيكمل عليه. سايتاما بيقول له انت محتاج مساعده، فدوت بيقول له لا خلاص خلي بالك من نفسك واوعى انك تخسر، فبيقول له ما تقلقش وبينط وبينزل على الالي وبيسيحه بمعنى الكلمه. خلاص ديت نهايتك، بس دوت بيخرج منه الي صغير ديت هيئته الحقيقيه. نروح بقى لسايتاما اللي بيروح عند كينج اللي بيقول له هو انت جيت هنا ازاي؟ فبيقول له انا نطيت ايه يا حبيبي ده احنا في الدور ال 98. تمام فكك من ده كله، انت عايز مني ايه؟ انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ لا انا عارفك، انت كينج اقوى راجل في العالم، بس انا جيت بس علشان اسالك كام سؤال. اولا انت ايه اللي خلاك تهرب؟ هو انت مش بطل المفروض تدافع عن الناس مش تهرب؟ ولا انت مش قوي اصلا وبتتظاهر بالقوه؟ ولا انت قوي وبتتظاهر بالضعف قدامي؟ ارجوك عرفني، انا عايز اعرف، ارجوك يلا عرفني. هما بيكلموا كده في طائر بيهجم عليهم، طبعا كينج بيكون هيعملها على نفسه بس سايتاما بيتصدى ليه. كينج بيقول انا مش عارف هي ليه الوحوش بتنجذب ليا، بس انا علشان ضعيف مش قادر ان انا اقاتلهم فعلشان كده بهرب. بس على طول كان بيظهر شخص وبيقتلهم وانا بتواجد في الامكنه اللي بيتهزم فيها الوحوش، فطبعا الفضل كله بيرجع لي انا، ما انا الا اكذوبه ضعيف فاشل. في وقتها سايتاما بيقضي على الوحش تماما وبيقول للكينج هي صح قوتك وتاريخك كل دوت عباره عن كذب مش كده؟ ودوت واضح ليا اصلا من خلال انك بللت بنطلونك. في اللحظه ديت الملك بيقول ايوه انت الشخص اللي على طول بينقذني من الاشرار، انا اسف ان انا كنت بسرق منك كل المجد. سايتاما بيقول له سيبك من ده كله يلا سلام، بس على فكره ابقى اجي من الحين الاخر علشان العب معاك. جينوس بقى في تلك الاثناء بيكون عمال يهرب من هجمات جيفور عليه، بس ساعتها بيستخدم الطفايه ديت وبيهجم عليه بيها، وبكده بيقدر ان هو يشتت انتباهه وعلى طول بيستغل الفرصه ديت وبيكتفوه وبيقول له ديت نهايتك وبيدمروه. وبعدها بقى بياخد الباقي منه وبيروح عند الدكتور جوستين وبيقول له انا عايزك تستخدم المعدات ديت علشان تقويني. جينوس انا عارف انك عايز تكون قوي دوت راجع اصلا لانك عايز تقتل السايبورج اللي قتل عيلتك، بس انا مش عايز
عايزك تنغمس في الانتقام، لان بسبب افعالك الطايشه ديت انت ممكن تموت. مش مهتم، اهم حاجه اللي انا اقتل السايبورج اللي قتل عيلتي بايدي ديت. تمام يا جينوس، انا هحترم رغبتك وهستخدم المعدات ديت علشان اقويك. ننتقل بعد ذلك لسيتشي، واحد من مسؤولي منظمه الابطال اللي بيكون مجمع الاشرار، بيتكلم وبيقول لهم انا محتاج مساعدتكم. هما ما بيكونوش فاهمين هو عايز مساعدتنا في ايه دوت. ساعتها سونيك بيتدخل في الكلام لانه هو كمان واحد من الاشرار، وبيقول الابطال دلوقتي حالتهم مزريه جدا وانت مجمعنا هنا لانك محتاج مساعدتنا، ودوت لان في الفتره الاخيره في كوارث كتير عماله تحصل، وعلى الرغم ان الابطال بيبذلوا كسر جهدهم ولكن الكوارث عماله تزداد بطريقه مش طبيعيه، وانت مجمعنا هنا لانك محتاج مساعدتنا. وانا بصراحه هرفض اللي انا اساعدكم، ودوت ليه؟ لاني بكره الابطال. وياخد بعضه وبيمشي وبيقول يا سايتاما انا جاي لك. في نفس الوقت دوت البطله الاولى في الدرجه بي بتقول انا جايه لك يا سايتاما، وشكلها كده مش ناويه على خير تماما. نرجع تاني للمنظمه، وشينيتشي بيحاول يقنع المجرمين ان هم يساعدوه، لانهم لو ما ساعدوش الابطال العالم هيتدمر وبكده هم كمان هيموتوا، بس كلهم بيكونوا رافضين رفض تام. وفي وسط كل دول بنشوف جارو، ايوه دوت تلميذ بنك اللي بيقول للاشرار انتقوا اشرار في المدينه صح، يلا هجوموا عليا علشان عايز اختبر قوتي، وارجوكم خلونا نستمتع شويه. شينيتشي ما بيعجبوش اللي بيحصل دوت، لذلك بيطلب من الثلاثه دول اللي من الرتيبه اس ان هم يخلصوا عليه. بالفعل بيتحركوا، بس دوت بحركه واحده بيقدر ان هو يكتف الاول، الثاني بيهجم عليه بس دوت بيكون كسر له دراعه اصلا، وبالثانيه بيجيبوا على الارض. كده ما بقاش غير الثالث اللي بيهجم عليه بهجوم ناري حرفيا مدمر، لكن قبل ما يوصل له اصلا بيكون قطع له دراعه، لسه بيكون هيستوعب ولكن بوم بيطيروه جثه حميد على الارض، وعلشان يسلي نفسه بيخلص على كل الاشرار في لمح البصر، وبيقول لشينيتشي انا هرجع لكم بعد 6 شهور علشان اختبر قوتي عليكم مره تانية، اتجهزوا. نسيبنا بقى من ده كله ونروح لجينوس اللي بيكون بيغسل الاطباق وسايتاما قاعد عمال يلعب، وبيقول لجينوس انا في يوم من الايام هيكون عندي نادي من المعجبين صح، فبيقول له على فكره انت الفتره الاخيره اسمك عمال ينتشر. هما بيتكلموا كده، جينوس بيرصد حاجه بتقرب عليهم، ديت مش سرعه بشري، لا ديت سرعه وحش، انا لازم اتعامل معاه طالما ان سايتاما بيلعب، وطبعا السرعه ديت بتكون راجعه لسونيك. انا جيت هنا علشان اصفي حسابي مع سايتاما، كويس جدا انك جيت يا سونيك يا سرعه الصوت، انا عايز اختبر معدات عليك. فده بيقول له وانا كمان الصراحه. وبعد 20 دقيقه بنشوف سايتاما وهو بيقول انا مش عارف اكسب ليه الدور دوت، ده انت لعب رخمه بجد، مش يمكن علشان انت نوب. المهم ساعتها في حد بيخبط عليه اللي بيكون في بوكي الاولى من الراتبه بيه، اللي بتقول له انت اسمك الفتره الاخيره عمال ينتشر، لذلك انا جيت عندك علشان تنضم ليا، وبالتالي كده اسمك هيتشير اكتر واكتر. فده بيقول لها لا انت مش جايه تساعديني، انت جايه تضميني ليكي لانك خايفه اصلا ان انا اتخطاكي، مش كده برضه ولا ايه؟ وانا برفض ان انا انضم ليكي. فالمساعدين بتوعها بيهجموا عليه، بس ده بضربه واحده بيطيرهم. هي ساعتها بتتعصب وبتستخدم قوتها، وهي ان هي بتقدر ان هي تتحكم في الرياح، وبتستخدم على سايتاما عاصفه الجحيم، وبتكون فاكره ان هي قتلته. ده جزاك لانك ما رضيتش تنضم ليا، ها انا ما متش ولا اي حاجه. بيقرب عليها وبيقول لها شكلك كده ما تعرفيش هيئه الابطال بالتحديد، الاشرار بيظهروا واحنا واجبنا كابطال اللي احنا نخلص عليهم، بينما انت مهتمه بالشهره والراتبه والحاجات التافهه ديت. فديت بتقول له اخرس وبتفعصه، بس دوت بيخرج ولا كأن في اي حاجه. فبوكي بتفضل تهجم عليه، وفي لحظتها بقى صديقي سونيك وجينوس بيكونوا بيتقاتلوا جنبهم، وطبعا بسبب القتال دوت بيحصل انفجار، وفبوكي بيكون هتموت بس سايتاما بيقدر ان هو يحميها. جينوس بيقول لسايتاما انا اسف يا معلمي اللي انا ما قدرتش الا اهزم الفار دوت، فبيقول له ما تهتمش بالموضوع، ودوت طبعا اللي بيسيب فبوكي في حاله صدمه، لان ازاي اصلا جينوس اللي من الراتبه اس بيقول لسايتاما اللي من الراتبه بي يا معلمي. سونيك ساعتها بيهجم عليهم، ولكن جينوس بيقدر ان هو يتصدى ليه. انا اخيرا لقيتك يا سايتاما، وبكون خارجه منه نيه قتل حرفيا مدمره. انا اسف يا معلمي الشخص دوت مصدر ازعاج، لذلك انا هخلص عليه مره وللابد. انا هظهر دلوقتي ليك قدرتي الحقيقيه. وبوم في لمح البصر بيختفي وبيظهر منه وبيهجم عليه بلكمات لا تعد ولا تحصى، بس دوت بسرعته الخرافيه بيقدر ان هو يتفادى كل الهجمات، بس رغم دوت بيكون خلاص هيسيبه، ولكن للاسف دوت بيقدر ان هو يتفاداها. ودوت طبعا اللي بيضايق سونيك جدا، لذلك بيستخدم سرعته الكامله. جينوس بيحاول ان هو يتتبعه ولكن بدون اي فايده، دوت بيتحرك بسرعه خارقه. طالما انا مش قادر اشوفك يبقى انا لازم ادمر المنطقه بالكامل. لسه بيكون هيدمرها ولكن سايتاما بيلحقه على اخر لحظه. انا اسف ان انا دخلت في المعركه، ولكن سونيك عايزني انا مش عايزك انت. ايوه بالظبط كده انا عايزك انت. انا كنت بلعب مع جينوس، ولكن طالما انك انت اللي هتواجهني يبقى انا لازما استخدم سرعتي الكامنه. بالفعل بيعمل كده وبيستخدم تقنيه جنزه ال10 اضعاف، وسرعته بتكون خرافيه.
اضافيه. سايتاما بيقول هو دوت اخرك يا معلم؟ تمام، اتفرج يا معلم وتعلم. وبيستخدم سرعه حرفيا مش طبيعيه، وعمل نسخ من نفسه لا تعد ولا تحصى، ودوت اللي بيسيب سونيك في حاله صدمه بمعنى الكلمه. وفي الاخر بيدوا ضربه بيجيبوا على الارض، ودوت طبعا كالعاده يعني بيسيب فوبوكي في حاله صدمه، لان ازاي اصلا سونيك اللي جينوس ما قدرش ان هو يهزمه على الرغم ان هو من الراتبه اس، سايتاما اللي من الراتبه بيهزمه في حاجه غريبه. بعدها بقى بتقعد مع الثلاثه وبتقول لهم انا ولا كنت الاولى في القوه ولا في الذكاء ولا حتى في اي حاجه، اللي في القمه على طول هي الاحصار تاتسوماكي اختي، وهي اقوى مني بكتير، وانا مش هسيب الرتبه بي واطلع للرتبه ايه. ودوت راجع لان الرتبه ايه والرتبه اس فيها ناس اقوياء جدا، وانا مش هقدر ان انا اوصل لمستواهم، زي مثلا اختي تاتسوماكي او حتى ماي ماسك اللي في الراتبه ايه. وفجاه الملك كينج بيخش عليهم علشان عايز يسترجع اللعبه اللي سايتاما خدها منه. وفوبوك بتقول طالما ان كينج وجينوس منضمين لك يبقى انا لازم انضم ليك انا كمان. وبالليل بقى تشرانج تلميذ بانج بيجي عند اصدقائنا وقال لهم انا بانج ضربني وكمان طردني وقال لي ما ترجعش هنا تاني، وانا مش عارف انا عملت له ايه علشان يتصرف معايا بالقسوه ديت. في جينوس بقى بيعرفوا ان بانج عمل كده لان تلميذه جارو عمال يقتل في الابطال، وبانج قرر ان هو يتعامل مع جارو بنفسه، وعلشان ما يخليش جارو يطردك قرر ان هو يطردك. ودوت كل ما في الموضوع. جارو بقى في تلك الاثناء بيقدر ان هو يهزم بطل من الراتبه ايه، وبعد كده بقى بينطلق على اللي بعده. الاختيار بينزل على بطل الدراجه، لسه بيكون هيخلص عليه ولكن ال 16 من الراتبه اس بيظهروا وبيدلوا بنيه بيطيروه. بيقوم وبيكون فرحان جدا وبيقول له هات اللي عندك. بانج بقى ساعتها بيستدعي اخوه الكبير وبيقول انا جاي لك دلوقتي يا جارو علشان اتعامل معاك بنفسي. جارو بقى في اللحظه دي بيكون عمال يتضرب وشكله كده ما قداموش اي فرصه في الانتصار، وبيقول انا اسف سامحوني انا لازم ارجع للبيت، ولكن بيلف وشه وبيقول له هو دوت بقى اللي انتوا عايزين تسمعوه صح؟ انا كنت متوقع انك عايز تقتلنا وبيهجم عليه، بس دوت بيديله واحده بيرزعه في الحيطه وبيقول له خليك مكانك ما تتحركش، اتفرج عليا وانا بخلص على اتباعك. بطل الدرجه بيحاول يعمل اي حاجه ضده، ولكن انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ دوت بيمسكه وبيفضل يضرب فيه عقبال لما خلاه يفقد الوعي تماما. الزعيم بيقوم وبيحاول ان هو يدافع عن اصدقائه، ولكن جارو بيديله واحده بيخليه يغمى عليه، وبينطلق بقى على الاول بيريحوا في لمح البصر. التانيين بيحاولوا ان هم يعملوا معاه اي حاجه، ولكن انتوا في عدد الموتى، وفي ثانيه الا ثانيه بيكون خلص عليهم. واللي بيكون شايف ده كله هو تشرانك اللي بيقول انا لازم اتدخل، فعلا بيعمل كده ولكن في لمح البصر هو كمان بيتهزم. وتاني يوم الصبح بانج بيحضر في مكان المجزره وبيشوف تلميذه العزيز وهو متدمر تماما، ما بيفكرش كتير وبينقل كل اللي موجودين على المستشفى. وطبعا اللي جرى عمله دوت بيسبب رعب لكل الابطال وبيكونوا خايفين ان هو يظهر لهم. المهم سايتاما بيروح للمستشفى وبيطمن على بطل الدراجه وبيجيب له موز وبياكله هو، وبعدها بقى بيسال الزعيم عن قوه جارو اللي هزمه، فهو بقى بيعرفه ان جارو بيستخدم قوه الخصم لصالحه علشان يزيد من قوه هجماته، وكمان سرعه لكمته مش طبيعيه، يمكن اقوى من اي وحش انت قابلته لغايه دلوقتي. بعباره اخرى هو متخصص في قتل الابطال. فهو بقى بيضحك وبيروح عند الشرانكو وبيقول له انا بقيت مهتم بالفنون القتاليه انا عايز اتدرب. فدوت بيقول له بقى ما تروح عند بانج، فدوت بيعرفه ان دوت راجل عجوز يعني وكده ومش عايز يضغط عليه. فتشرانك بيديله التذكره ديت وبيقول له ديت تذكره لمشاهده بطوله فنون القتال اللي هتحصل قريب، وانا كنت ناوي اروح بس انت شايف حالتي انا مش قادر ان انا اروح، لذلك روح انت بدالي، بس اوعى تسجل باسم انا، ما ينفعش انك تنتحل شخصيتي تمام. وعلى الصعيد الاخر بقى جارو بيكون بيتقاتل مع الكره الذهبيه، بطل من الراتبه ايه بيقدر اول مره ان هو يجرحه في وشه، بس دوت مع الوقت بيقدر ان هو يتاقلم مع سرعه طلقاته وكمان بيتصدى ليها. بيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن في اللحظه دي ذو الشارب بيتدخل وبيفضل يهجم عليه بسرعه خارقه بالسيف بتاعه، وهجماته كانت قويه جدا، بس جارو بيقدر ان هو يتصدى ليه وبضربه واحده بيقدر ان هو يهزمه، وكمان هزم الكره الذهبيه. وبنشوفه بقى وهو بيتمشى في المدينه وسايتاما بيظهر من وراه، دوت على طول بيحس بنيه القتل اللي خارجه منه، علشان كده بيهجم عليه بدون اي تردد، بس دوت مش بيتاثر تماما، وهو دوت اللي بيحصل يا صديقي. بعد ما بيوقعوا بيروح يشتري الباروكه ديت وبيقول انا جاهز دلوقتي علشان اخش للبطوله. بنعرف بقى بعدها ان جارو بيكره الابطال من وهو صغير، لان الاشرار على طول بيتهزموا على ايد الابطال، لذلك هو قرر ان هو يكون اقوى شرير في العالم ومحدش يهزمه ابدا. وهو دلوقتي بيستعد علشان يخلص على كينج اقوى بطل في العالم، او دوت بقى هو اللي كان فاكره. وتاني يوم سايتاما راح لبطوله فنون القتال وسجل باسم تشرانك، وهو قاعد بقى عمال يقرا عن تفاصيل المهمه كده، في واحد بيخش عليه وبيقول له انت بقى تشرانك
تلميذ بنج اللي فاز قبل كده ببطولة فنون القتال. بس في مشكلة حصلت، وهي ان واحد من تلاميذ بنج انتحل شخصية ودخل بطولة فنون القتال وفاز فيها، والشخص ده هو كان جارو. المشكلة مش في ان هو انتحل شخصية، لا، كل ما في الموضوع ان هو فاز بطريقة غير طبيعية. ساعتها ما بيقول له انت قصدك ايه؟ ما هو فاز، ايه المشكلة في الموضوع؟ فدوت بقى بيعرفه ان جارو فاز البطولة من خلال ان هو كان بيدمر خصومه بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ودي بقى المشكلة اللي جارو سببها البنك. لذلك المسؤولين عن بطولة فنون القتال منعوا التنكر منع تام، ولو اكتشفوا انك منتحل شخصية حد يبقى انت كده هتتعاقب. وساعتها ما بقى بيكون عمال يخبي في وشه، لان هو مش عايز يخلي الوجه العبوس يتعرف عليه، ودوت اسم الشخص دوت صديقي. المهم بيعرف سايتاما ان قبل سنتين جارو عمل مجزرة في نادي الجودو بتاع بنج. طبعا انت هتسأل سؤال، هو انا ليه عارف كل دوت راجع لان انا كنت تلميذ عند بنج، لا وكمان اتهزمت على ايد جارو، وبيقولها وهو في كمية الانشكاح. يا اخي طب حس بالعار شوية. بطل المضرب بقى في تلك الاثناء بيكون متأجر كحارس شخصي للاب والابن دوت، علشان منظمة الاشرار بتسعى وراهم. بيكونوا قاعدين في المطعم دوت، والاب والابن بيكونوا في كمية الانشكاح. اما بالنسبة له هو بقى ما بيكونش طايق نفسه تماما. بس ساعتها في وحشين بيظهروا في المكان، هو بيقول اخيرا انا دلوقتي هبقى مستمتع. وفي لمح البصر بيقدر ان هو يقتل الاثنين بدون اي مجهود. بس سرعان في اثنين بدل اللي ماتوا دول بيظهروا، وبيكونوا مختلفين وقوتهم مرعبة بمعنى الكلمة. الوحش الاول اللي هو النبات بيطلع غاز كده سم من جسده، بيخلي الاثنين اللي بطل المضرب بيحميهم ويغموا عليهم، فدوت اللي بيضايقه، لذلك بينطلق عليه وبيديله واحده بيدمروه. الوحش الثاني اللي بالمناسبه بيكون اسمه الحراشف الكبير هو اللي بيهجم عليه المره دي، بس دوت بيقدر ان هو يتصدى ليه. والوحش الثاني بيرجع ولا كأن في اي حاجه، وبطل المضرب بيحس كده ان هو يغموا عليه. وطبعا الحراشف الكبيره بيستغل الموضوع دوت وبيفضل يهجم عليه، وشكلها هي ديت النهايه. بس دوت بيضرب نفسه علشان يفوق، وبيقول انا دلوقتي حاسس بشعور افضل من الاول، وكمان حاسس بحماس ملوش اول من اخر. وبوم في لمح البصر بيقدر ان هو يدمر الاول. الثاني لسه بيكون هيتحرك، ولكن انت رايح فين؟ يلا اللي بعده يحصل اللي قبله. وبيكون في كميه حماسه، لسه بيكون هياخد بعضه ويمشي، ولكن فجاه في وحش من الراتبه التنين بيظهر، وشكله عامل زي ام 44. بطل المضرب بيتدارك الامر وبيروح يهجم عليه، بس دوت مش بيتاثر تماما، ودوت راجع لصلابته الغير عاديه. لا وكمان هو اللي بيتصاف. هو بيقول انا فهمت دلوقتي، نقطه ضعفك هي وشك، يبقى انا لازم استهدفه. وبالفعل بيعمل كده، بس الوحش بيديله ضربه بيطيروه، وجارو في اللحظه دي بيظهر اللي بيترمي جنبه بطل المضرب، بس بيقوم مره ثانيه. جارو بيهجم عليه، بس دوت بيقدر ان هو يتصدى ليه وبيقول له انت بقى جارو الوحش اللي بيقتل الابطال مش كده؟ فبيقول له ايوه انا عايز اقتلك. طب بسرعه بس علشان انا مشغول. في اللحظه ديت البطل المعدني بيظهر وبيفضل يهجم على ام 44 بس بدون اي فايده. نرجع بقى تاني للاثنين، وجارو عمال يهجم على بطل المضرب، وشكله كده ما قداموش اي فرصه قدامه، بس دوت مش بيرضى يستسلم، ودوت اللي بيخلي جارو في حاله صدمه، لان بطل المضرب ضلعه مكسور، لا وكمان فقد الكثير من الدماء، وبكده هو ممكن يموت في القتال دوت. ودوت اللي بيحمسه جدا، بيفضل يهجم عليه بسرعه خارقه، بس دوت بيقدر ان هو يتصدى لكل هجماته، وبيقول انا لازم اتخلص من فاسد زيك، وانت هتفضل تلوح بالمضرب دوت لحد امتى؟ عقبال لما اموت. لسوء حظك انك بتواجهني، لانك دلوقتي هتموت. وبيديله واحده في بطنه وبيجيبه على الارض. جارو بيكون مسترخي وبيكون فاكر ان هو هزمه، بس دوت بوم بيظهر من وراه، بيكون خلاص هيقضي عليه. بس في ساعتها اخت بطل المضرب بتظهر، ودوت طبعا اللي بيشتت انتباهه. جارو على طول بيستغل الفرصه ديت وبيكون هيكمل عليه، بس الاخت الصغيره بتقول له ارجوك كفايه قتال لغايه دلوقتي وسيب اخويا يعيش. فدوت بيقول لها تمام، وبياخد بعضه وبيمشي. واللي كانوا بيراقبوا المعركه ديت من البدايه هم اتنين من الاشرار، اللي اول لما بيلاحظوا ان بطل المضرب في حاله يرسلها فبينزلوا له علشان يخلصوا عليه، بس جارو بيدافع عنه. في لحظتها وحش العنقاء دوت بينزل له بيقول له احنا مش اعدائك يا جارو، احنا منظمه الوحوش، احنا عايزينك تنضم لينا. بس دوت بيقول لهم تبا ليكم، خيبت املي فيكم، انا مش هنضم لاي حد. العنقاء دوت بيطير وبيقول له احنا هنتقابل اكيد. وبيبدا بقى هو والوحوش ان هم ينسحبوا، دوت راجع لانهم خلاص حققوا اللي هم كانوا عايزينه. بس برضه بيكون في وحوش لسه ما انسحبوش لانهم مستمتعين باللعب مع البشر. بنج ما بيستحملش اللي بيحصل دوت، فبينزل يخلص على كل الوحوش اللي عمالين يلعبوا مع البشر. ننتقل بعد ذلك لبطوله فنون القتال اللي بتبدا دلوقتي، واول جوله بتكون ما بين ماكس ورينو، وماكس هو اللي بيكسب فيها. بعدها بشويه في وحوش بتظهر مره تانية وبيعيشوا في الارض فساد، والابطال من الرتبه ايه مش عارفين يعملوا معاهم اي حاجه، ومنظمه الابطال مش عارفه تعمل اي حاجه ضد العدد الكتير دوت من الوحوش. بس ساعتها فوبوك بتتدخل هي والفريق بتاعها بالكامل، وخصمها هي البنت ديت اللي بتقول لها احسن لك استسلمي لان انا مش عايزه اطلع ثديتي عليكي. نرجع تاني لبطوله فنون القتال، وماكس بيكون هيقاتل يو. ماكس بيكون خايف جدا منه لان هو عارف ان يو اقوى منه بكتير، بس رغم دوت ما بيستسلمش وعلى طول بيهجم عليه، بس دوت بيستلقاه برجلي بيرزعه في الارض مغمى عليه، ودوت اللي بيسيب الكل في حاله صدمه. جينوس في اللحظه دي بيعرف ان يو دوت قوي جدا وما بيهزرش تماما، بس برضه بيكون واثق ان مفيش اي
اي حد هيقدر ان هو يهزم سايتاما، بس ساعتها بيعرف اللي بيحصل في المدينه، لذلك بيقرر ان هو يتحرك. بالفعل بيتحركوا في لمح البصر، بيقدر ان هو يخلص على الاول، وكده ما بقاش غير 4 وبيقول انا لازم اتعامل معاهم. في الحلبه بقى الجوله الثالثه بتبدا، وسنيك بيقابل الشخص دوت اللي بيديله واحده بيهزمه على طول، والجولات مستمره واللي بيكسب بيتقدم للمرحله الثانيه. وجينوس اخيرا بيقدر ان هو يحدد مكان الوحش الثاني والثالث، وما بياخدوش في ايديه غلوه. سريع بيقدر ان هو يحدد مكان الرابع اللي على طول بيروح له، بس شكله كده اقوى من الباقيين، بس برضه بيمسكوا من دماغه وبيدمروا تماما. واخيرا بيقابل الخامس اللي بيكون عباره عن صرصور. لمعلوماتك انا اقوى من الاربعه اللي انت هزمتهم، انت رغاي قوي. وبيبدا الهجوم عليه، بس ده بيقدر ان هو يتصدى لهجماته. جينوس كل ما بيحاول ان هو يسيبه، بس ده بيتحرك وبيظهر من وراه، وبيقول انا مش قادر ان انا اتتبع حركاته بعينيا، وعلى الحاله ديت انا هخسر. بس لا، انا مش هخسر، انا هسمع كلام الدكتور جوسين لما قال لي القوه مش كل حاجه، لازم انت تستخدم ذكائك في القتال. بالفعل بيعمل كده وبيطلع صمغ من جسده وبيخلي الصرصور يثبت في مكانه، وبيقول له انت بكده ما قدامكش اي فرصه للهروب، وبوم بيفرتكوا تماما. نروح بقى لفوبوكي اللي بيكون في وضع صعب، ودوت لان اتباعها دلوقتي بيهجموا عليها لانهم تحت سيطره البنت ديت، وهي طبعا ما بترضاش ان هي تستخدم قوتها. طالما انك مش عايزه تاذيهم انا هخليك واحده من العبيد انت كمان، وبتفضل تجلد فيها. على ما اظن كده انت اخت تاتسوماكي الاحصار الفظيع، مش كده؟ هو انا لو فضلت اعذب فيك هي هتظهر، فدي بتتضايق وبتطيرها. انت عايز اختي صح؟ اهي جات لك اهيت. بحركه واحده بس من تاتسوماكي كانت كفيله ان هي تطير كل اللي كانوا مستعبدين، وبتقول لاختها انت عملت كل اللي عليكي، علشان كده سيبي بقى الباقي على اختك الكبيره. في بطوله فنون القتال الوجه العابس الدور بيجي عليه وبيقابل الشخص دوت اللي بيهزمه، وكده الدور جه على سايتاما اللي بيواجه باكو اللي شكله كده واثق جدا من قوته، وكل اللي موجودين بيشجعوه. بيبدا النزال وبيقدم على سايتاما وبيفضل يغيط، بس ده بيقول له يا عم انت وجعت لي دماغي، يلا خد الضربه ديت، وبيطيروا حرفيا وهو المنتصر. انا على الحاله ديت انا اللي هكسب البطوله. بعدها المرحله الثانيه بتبدا، واول جوله بتكون ما بين سنيك ويو. سنيك بيهجم عليه بكل قوته، بس ده بيتفادى كل الهجمات، وهو بيقول انا مش عايز اخسر، انا عايز اكسب البطوله ديت علشان كل اللي موجودين هنا بيشجعوني. بس يو كان ليه راي تاني وبيقول له على فكره انت قوي ولكن انت مش بالمستوى المطلوب، ودوت طبعا اللي بيضايقه جدا، وبيقول انا مش هخسر قدام حساله زيك. طبعا الكلام ده بيعصبه، لذلك بيديله بالرجل حرفيا، بيلف ينزل على الارض مهزوم. وبره بقى الابطال بيكونوا في حاله يرثى لها، كلهم مهزومين وشكلهم كده ما قدامهمش اي فرصه قدام الوحوش، لدرجه ان حتى جينوس بيخسر. طب سايتاما فين من ده كله دوت يا معلم؟ بيعمل حمام وفي كميه الاستقانياس. اما بقى بالنسبه لجارو بيروح عند بطل الكلب اللي التصنيف بتاعه اس. المهم ان سيبنا من ده كله وننزل للعالم السفلي عند قائد الوحوش اوروتشي اللي بيتحرك هو وكل اتباعه علشان يبيدوا جنس البشر. سايتاما بيواجه الوجه العابس اللي بيديله ضربه كالعاده بيكسبوا، كده هم دول افضل 4 في بطوله فنون القتال بالكامل. احنا كده وصلنا للربع النهائي، وبكده سايتاما هيواجه تشوزي اللي عمال ينفخ في نفسه، وبيقول له ديت نهايتك. عارف ليه؟ علشان احنا بنعمل تجارب على نفسنا، ودوت طبعا بدفع القوه، وانا دلوقتي قوتي مدمره، فانت في عدد الموتى. شكلك كده كوي بوم بيطيروا بضربه واحده كالعاده. وصلنا للنهائي وسايتاما هيواجه يو، والوحوش عماله تظهر بكميه غير طبيعيه، والابطال ما قدمهمش اي فرصه قدامهم لانهم اقوى منهم بكتير. بس منظمه الابطال ما بتكونش قلقانه، ودوت راجع لان هم دلوقتي استدعوا ابطال الفارس. الاول بيظهر اللي في لمح البصر بيقدر ان هو يقتل 3، ودوت هو الفارس المندفع التاسع في الراتبه اس، والتاني بيكون ماي ماسك اللي بيقتل الوحوش دي برضه في لمح البصر. المهم بقى بنشوف الطفل الامبراطوري، ودوت بطل من الراتبه اس وشكله كده هيموت، بس الخنزير بيتدخل وبيحميه وبياكل التعبان دوت بكل سهوله. نروح بقى للوميض ال13 في الراتبه اس اللي بيهاجم الاخطبوط دوت بكل وحشيه، بيقدر ان هو يسبب له جرح مميت بس ما بيتاثرش تماما، وبيجدد نفسه لو كمان حجمه بيزيد بطريقه مش طبيعيه. ابطال الراتبه ايه بينضموا له بيحاولوا ان هم يخلصوا معاه عليه بس بدون اي فايده. ساعتها الاخطبوط مره واحده كده بيطير وبيتفعس. مين بقى اللي بتكون عامله كده؟ ايوه تاتسوماكي اللي قتلته في ثانيه الا ثانيه. انتوا فعلا يا ابطال الراتبه ايه بدون اي فايده، وانت يا الوميض ده انت زي العاله حرفيا علينا، ابذل كسرى جهدك ايها الفاشل. وبتسيبهم وبتمشي، وهي اول لما بتمشي طبعا الفارس عرق الرجوله اللي جواه بيشتغل وبيقول لها انت بتتكلمي مع مين كده يا مره؟ لا راجل يلا. المهم بنروح عند السياف الذري، وده بطل من الراتبه اس اللي بيكون مجمع اقوى السيافين في اليابان، وبيقرروا دلوقتي ان هم يتحركوا علشان يقضوا على الوحوش اللي محدش عارف يتعامل معاها. كلهم بيوافقوا الا الشخص دوت اللي بيقول لهم للاسف انا انضميت لمنظمه الوحوش وهم ادوني حاجه مميزه
وهي خلايا وحوش، وانا اول لما اكلها هتحول لوحش، وانا انضميت ليهم علشان عايز اكون اقوى راجل في العالم. انا اتخليت عن انسانيتي وبياكل اول واحده وفعلا بيتحول لوحش وقوته بتزيد. انا دلوقتي عندي المهاره اللي انا اقطع رؤوسكم جميعا بضربه واحده. اخرس يلا. وبحركه واحده منه بس كانت كفيله ان هي تقتله، وبيخرج وبيقول احنا هنسحق منظمه الوحوش. نرجع تاني لسايتاما اللي اخيرا بيواجه يو. النزال بيبداوا على طول يو بيهجم عليه، بس مش معاه اصلا، واهم حاجه عنده ان هو يثبت الباروكه اللي هو لابسها علشان يبان ان هو اتشرنك. يو بيلاحظ ان هو بيحمي حاجه، لذلك بيفضل يهجم عليه بسرعه خارقه، بس بعدها بيقف وبيقول له انا ملاحظ انك قوي جدا، تعابير وشك، ابتسامتك، عينيك اللي ما بترمش، انت ليه ما بتضحكش؟ ليه مش مبسوط انك بتقاتلني؟ انا اقوى واحد في الحلبه، فانت المفروض تكون متحمس شويه، ولا انت قوي بزياده لذلك انت مش حاسس باي اثاره؟ علشان كده انا هخرج كل قوتي. على فكره انا كده كسبان، بس انا حبيت بس اخليك تستمتع معايا شويه. على فكره انا جيت هنا بس علشان احصل على خبره في الفنون القتاليه، انا مش جيت هنا علشان اكسب. زي ما انت عارف انا كل نزالاتي خلصت بضربه واحده، بس شكلك كده انك مختلف عن البقيه. انا مختلف عن اي حد انت قابلته، على طول بيديله رجل بيكون خلاص هيخرجه من الحلبه، بس سايتاما بيعدل نفسه يو بيلف كده وبيديله رجل بيطيروه، بيطيروا وراه وبالتانيه بيرزعوا في الحلبه كأنه مسمار. وزي ما احنا عارفين سايتاما ليه مش عايز يقاتل؟ علشان بيحمل باروكه تشان. يو عمال يهجم عليه بسرعه خارقه، وساعتها سايتاما بيحس بنيه القتل اللي خارجه منه، ودوت علشان يو كان هيحرك ايديه. يو بيقول له انت خفت، يبقى انت حسيت بنيه القتل بتاعتي. سايتاما بيكون واقف مكانه كده ومش عايز يتحرك، فدوت بيستغل الفرصه وبيروح يديله بالرجل بيطير الباروكه. على فكره يلا انت ازعجتني، انت عايز تستمتع بوقتك مش كده؟ هو بيجهز وبيهجم عليه ببنيه خارقه كانت كفيله ان هي تدمر لبسه، بس طبعا ما بيرضاش ان هو يصيبه. بس ساعتها الحكام بيعرفوا ان سايتاما منتحل شخصيه، لذلك بيقرروا ان هم يكسوه من البطوله لانه كده خالف القوانين، والفائز هو يو. بس على الرغم ان هو فاز بس مش عاجبه الموضوع، لذلك بيروح يفضل يهجم على سايتاما وبيقول له انت هتموت علشان انت بتستهزأ بيا. بس كل اللي كمان ديت وكل الركلات ما بتاثرش على سايتاما ولا حتى بربع جنيه. تمام انا هستخدم لكمه الموت. بالفعل بيستخدمها وديت بتطير سايتاما شويه، وهو بيقول انا فهمت دلوقتي فنون القتال هي بتبينك انك رائع، وانا هستخدمها دلوقتي. وبوم بيديله بالانترا فوكسا بتاعته بيطير يو بره الحلبه تماما. نسيبنا بقى من سايتاما ونروح عند جينوس اللي بيكون اتهزم على ايد الوحش دوت، اللي مستوى الخطوره بتاعه تنين، اللي على طول بيروح عند حلبه فنون القتال وبيقول لي للمقاتلين انتوا كلكم هتتحولوا لوحوش، واللي هيحترضني انا غوث سما هيموت. هم اول ما بيسمعوا الاسم دوت ايوه دوت البطل الخارق اللي مات قبل 7 سنين. في الحقيقه انا ما متش، كل ما في الموضوع اللي انا اتهزمت على ايد وحش معين، والوحش دوت خدني عندهم وحولني لوحش زي ما انتم شايفين كده، ودوت في مقابل اللي انا اتعاون معاهم بيدوم خلايا الوحوش وبيقول لهم يلا كلوها، يا اما تموتوا يا اما تتحولوا لوحوش. طبعا اول واحد بيخاف ان هو يموت فبيروح ياكل يا صديقه وبيتحول لوحش، بس بسرعه ما تشوزي بيظهر وبيقتلوه، وهو كمان بياخد خلايا وبياكلها. بيجرب قوته بيلاقيها حرفيا خارقه، ديت نفس قوه سايتاما. في ناس بتخاف تموت لذلك بياكلوا خلايا وبيتحولوا لوحوش. يو بيروح للبنت ديت وبيقول لها وانا لو هزمت الوحوش ديت هتخرجي معايا؟ فهي بتقول له اكيد، فهو بيقول لها تمام، وبيهزم اول 2. تشوزي بيروح يهجم عليه بس ده هو بيتصدى ليه، والتفاوض بيكون ليه كمان، لذلك تشوزي بيستخدم قوته الخارقه وبيهجم عليهم بشعاع ريزر دوت لو جه فيهم هيقتلهم، بس يو بيدافع عنهم علشان مفيش حد يموت، وفي لحظتها بينطلق عليه وبيكسر القرنين بتوعه، كمان بيديله ضربه في الثانيه بيجيبه على الارض مهزوم. الكل مصدوم من قوته، اول لما بيشوف قوته بيقول له من الخساره اللي انا اقتلك، لذلك كل خلايا علشان قوتك تتضاعف اكتر واكتر. للاسف بس انا مش عايز اتحول لوحش، وبيبدا يهجم عليه، بس ده بيديله بنيه بيرزعه في الارض بيخليه ينزل دم. نروح بقى عند بطل الكلب اللي بيكون خلص على كل الوحوش اللي ظهروا في المدينه اللي هو واقف فيها. جاره بيكون واقف مصدوم من قوته، بس دوت اصلا هو اللي بيحمسه، لذلك بيروح يهجم عليه، بس دوت بيتصدى لهجماته بكل سهوله، لا وكمان هو اللي بيضربه، وجاره بدا ان هو يترعب منه بجد. نرجع تاني عند غو اللي بيكون خلاص هيخلص على يو، بس دوت بيقوم وبيعافر وبيقول انا مش هموت. غو بيكسر دراعه، لا وكمان بيدوس عليه برجله، يا ابني استسلم وخليك معانا، بس دوت رفض تام. غو اخر لما بيزهق منه بيرميه للغربان بتوعه وبيقول لهم يلا كلوه. بالفعل بيهجموا عليه، بس دوت بيتفادى هجماتهم بالعافيه. ساعتها يو بياخد باله من الشخص اللي سايتاما هزموه وبيطلب منه المساعده علشان يهزموا الوحوش ديت، بس دوت بيقول له احنا ما قدامناش اي فرصه قدام جنس الوحوش، علشان كده ان احنا ما قدامناش اي فرصه قدام جنس الوحوش، علشان كده انا قررت ان انا اكون في صفهم. وبيبدا ان هو ياكل في الخلايا، بس جسده ما استوعبش القوه المهوله ديت، وفي الاخر بيموت. احسن الصراحه. الغربان بتجهز علشان تقتل يو، بس في اللحظه ديت ماكس وسنيك بيتدخلوا علشان يساعدوه. انت دلوقتي ما بقتش لوحدك، يلا بينا بقى نخلص على الغربان. بالفعل بيعملوا كده ما قدامهمش غير غو، بس لسوء حظهم باكو بيقوم يا صديقي ايوه اتحول لوحش ما ماتش، وبيقدر ان هو يضرب الثلاثه بكل سهوله. وعند زعيم الشياطين بقى ايه اللي بيقول خطتنا ماشيه بكل سلاسه، والبشر
يتحولوا لوحوش واحنا كده لنا الافضليه. بعدها بقى بيتواصل مع غو بيقول له يلا ارجع للمقر، احنا كده حققنا اللي احنا عايزينه وهات المستجد دوت معاك. فبيقول له تمام يلا يا باكو علشان احنا راجعين. فبيقول له ما تمليش عليا الاوامر وبيروح يهجم عليه، بس دوت بحركه واحده منه بيجيبه على الارض وبيقول له ما تتغرش بنفسك يلا تعالى ورايا. فبيقول له انا جاي وراك بس في حاجه انا لازم اعملها، والحاجه ديت هي ايه؟ ايوه تعذيب يو. انت عارف ليه انا بعمل فيك كده؟ علشان بغير منك لانك عندك كل حاجه بمعنى الكلمه. انا مش قاتلك، انا هخليك تدوق طعم الجحيم. فده بيعيط وبيقول حد يجي ينقذني، حد من الابطال يجي ينقذني. وبالفعل سايتاما بيسمع صوته وبينقذه وبيقول له استريح انت. باكو اول لما بيشوفه بيقول له على فكره كويس جدا انك جيت لان انا كنت هروح ادور عليك. وبيديله بالرجل بيوديه عند اصحابه اللي مغموا عليهم. بيفضل يهجم على سايتاما بس دوت مش مديله اي تعبير بمعنى الكلمه. في الاخر بيقول له يا عم انت وجعت لي دماغي، وبيديله واحده بينسفه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يخرب بيت قوتك يا جدع. يو بيقول له طالما انك بالقوه ديت ايه اللي خلاك تخش اصلا بطوله فنون القتال؟ لحاجتين، اولا علشان الشهره، ثانيا بقى علشان انا كنت حابب اتعلم شويه عن فنون القتال زي ما انا قلت لك. هو دوت كل حاجه؟ لا بصراحه انا كنت ملان جدا. تمام انت لازم تستخبى دلوقتي علشان كان في وحش هنا قوي بطريقه مش طبيعيه لدرجه ان هو اتعامل معانا اكننا رضع معاه، علشان كده انت لازم تستخبى. فدوت بيقول له ما تقلقش انا اروح اتعامل معاه. وجينوس بقى في تلك الاثناء بيقول انا لازم اجمع كل ابطال الفائز علشان يتعاملوا مع غو. وسايتاما بيروح عند غو يا صديقي وكالعاده بيديله ضربه واحده بيفصل دماغه عن جسده بيوديها عند يو. بيقول له انا هزمته هو، بس انا عايز اقول لك على حاجه، اوعى تعرف اي حد اللي انا دخلت مسابقه فنون القتال باسمه مزيف، ده سر ما بيني وما بينك. طب هو كان قوي على الاقل؟ لا هو خد مني ضربه واحده بس، ودوت طبعا اللي بيخليه يموت على نفسه من الضحك. وفي الاخر بيقول له انا عايز اكون بطل زيك، ينفع تخليني تلميذك؟ طبعا لا. وعند البطل بوري بقى اللي بيكون من راتبه اللي بيواجه الوحش دوت قدامه، اللي بيديله حضن بيفرتكه تماما. لا جامد. المهم نرجع تاني لسايتاما اللي بيخرج للمدينه وبيعرف من البطل دوت ان كل الوحوش انسحبوا قبل 30 دقيقه، ودوت طبعا اللي بيضايقه لان هو كان عايز يقتل الوحوش. بس ساعتها بيستوعب حاجه مهمه وهي هل انا عايز اكون بطل علشان الناس تقول لي يا بطل، ولا انا عايز اكون بطل حقيقي؟ ولا دوت كله مش مهم. انا بقيت احس بملل مش طبيعي على الرغم ان انا بقتل وحوش اقوياء، بس انا مش حاسس باي متعه. وهو غرقان في تفكيره كده كينج بيجي له بيقول له مالك سرحان كده ليه؟ فبيقول له انا بقيت قوي بطريقه مش طبيعيه، انا مش عايز اكون اقوى من كده. مهما كانت الوحوش قويه بالنسبه لاي حد، بالنسبه لي انا عباره عن حاجه تافهه جدا. كينج بيقول له انت لازم تفكر في قيمتك، انت لسه اصلا بطل من الراتبه سي، يعني لسه ضعيف بالنسبه لمنظمه الابطال، وانت دلوقتي بقى عندك هدف وهو انك تكون البطل الاقوى في العالم. بص الصراحه انت كلامك منطقي جدا بس انا مش فاهم منك اي حاجه. نسيبنا بقى من الاثنين دول ونروح عند جارو اللي بيكون في حاله يرسلها، ودوت بسبب قتاله ضد الكلب البطل. انا بعد ما قتلتك ادركت ان انا لسه ضعيف وبكده انا لازم ازيد قوه. وهو في الطريق كده بيقابل سايتاما وكينج بيقول ايوه هو دوت كينج الراجل الاقوى في العالم، انا لازم اقتله. وبينطلق عليه بس سايتاما بيديله بالرجل بيلزقه في الحيطه. وبعدها بيقول انا كنت بتمنى ان انا اقابل صياد الابطال، عايز اشوف قوته كده اختبره لان انا متحمس الصراحه. على فكره اللي انت لسه فرشه دوت هو صياد الابطال. المهم بنروح عند سونيك اللي بيقابل اتنين من القريه بتاعته اللي بيعرفوه انهم انضموا لمنظمه الوحوش وعايزين هو كمان ينضم ليهم. يمشوا من قدامي لو انتم مش عايزين تموتوا. يا حبيبي احنا في منظمه الوحوش ودوت معناه ايه؟ ايوه احنا كمان وحوش بيتحركوا في لمح البصر، ودوت اللي بيخوف سونيك جدا لانه ما قدرش ان هو يشوفهم. يلا لو عايز تنضم لينا كل ديات. بياخدها منهم وبيروح يطبخها وبيبدا ان هو ياكل فيها، ودوت علشان يهزم سايتاما. وعند منظمه الابطال بقى اللي بيكونوا عاملين اجتماع علشان يشوفوا ازاي هيتعاملوا مع الوحوش الكتيره ديات. وساعتها جرو واحد من منظمه الاشرار بيتحكم في المسؤول دوت وبيقول لهم انا احد مسؤولي منظمه الوحوش وكمان معايا رساله ليكم. اولا زي ما انتم عارفين احنا خطفنا ابن اكبر ممول ليكم، واحنا علشان نطلق سراحه احنا عندنا حاجتين. اولا زي ما انتم عارفين احنا الوحوش غلابه وانتوا البشر عددكم اكتر مننا بكتير، واحنا بنستخبى منكم في جزيره معزوله عن العالم، وعلشان نقدر اللي احنا نتعايش مع البشر هنبيدهم واحنا اللي هنسيطر على العالم، هو دوت مبتغانا. وانتوا طبعا مش هتقبلوا بالخطه ديت. المسؤول دوت بيقول له احنا موافقين على كل حاجه انتوا بتقولوها، بس ساعتها بيدوا له طلقه في دماغه بيقتله. انا كده وضحت لكم مبتغانا. على فكره احنا خدنا رهائن منكم كتير جدا ودوت علشان ما تقلبوش علينا الطاوله. انتوا معاكم 3 ايام اجمعوا اقوى الابطال علشان تنقذوهم، احنا مستنيينكم يا منظمه الابطال. وبيقتل نفسه، وعلى الرغم ان هو قتل نفسه بس اللي كان متحكم بيه لغايه دلوقتي لسه متحكم بيه. فالبطل الاسود بيمسكه ويرزعه في الحيطه، بس الموضوع لسه ما انتهاش علشان في وحش صغير بيهجم على البطل الاسود بس دوت بيقتله ولا كأنه دبانه. والمسؤولين كلهم في حاله هلع مش عارفين يعملوا ايه ضد منظمه الوحوش. فالبطل الاسود بيقول لهم ما تقلقوش طالما اللي احنا الابطال من الراتبه لسه موجودين يبقى احنا جنس البشر مش هننقرض. نروح بقى عند منظمه الوحوش اللي بيكون في ما بينهم ابطال اتحولوا لوحوش. جرو بيتكلم وبيقول لهم بعد 3 ايام من دلوقتي احنا هنروح نغزو
عالم البشر. ودوت طبعا تحت راية الزعيم بتاعنا. الزعيم اوروتشي بيتكلم وبيقول اللي خسر يظهر نفسه. الوحش الصرصار اللي احنا كنا فاكرين ان هو مات على ايد جينوس بيكون لغايه دلوقتي لسه حي، بس سرعان ما بيتقتل على ايد الزعيم. صح يا جيرو هو فين هو؟ مش موجود ليه ما بينا؟ فبيقول له انا هطلع اشوفه دلوقتي. بيطلع العين بتاعته علشان يدور عليه وفعلا بيلاقي جثه هامده. ودوت طبعا اللي بيدب الرعب فيه، لان كده الغزو بتاعهم مش هيمشي بسلاسه زي ما هم كانوا متوقعين. جارو بقى في اللحظه دي بيفوق وبيقول تبا ليك يا كينج، وهو بيكون فاكر ان كينج هو اللي هزمه، وبيقول انا هروح استعيد عافيتي دلوقتي. نسيبنا بقى من جارو ونروح عند جيسون اللي بيكون اتعالج على ايد الدكتور حسين وركب له المعدات الجديده بتاعت جي 4. جينوس ارجوك ما تضغطش على نفسك، انا مش عايزك تموت. فبيقول له انا هبذل قصارى جهدي. وخبر هجوم منظمه الوحوش على منظمه الابطال بينتشر، ودوت طبعا اللي بيسبب الرعب في المواطنين لا وكمان الابطال. بس منظمه الابطال مش ناويه ان هي تستسلم، واقسمت ان هي بيد منظمه الوحوش عن بكره ابيها. وساعتها ما بقى هو بيكب الزباله كده، ساعتها بيقابل كام وحش كده قدامه كانوا ناويين ان هم ينضموا لمنظمه الوحوش، بس طبعا بيقتلهم. المهم في تلك الاثناء ابطال الفئه بيقدروا ان هم يحددوا مكان جارو، وبيقرروا ان المره دي يتخلصوا منه مره وللابد. هو بيحس بيهم وبيعرف ان هم عددهم 8، وعلشان يتعامل معاهم بيطلع الكتاب بتاع معلومات عن الابطال، وبيبدا ان هو يقرا عن نقط الضعف بتاعتهم. بيقول من السهل جدا ان انا اقدر ان انا اتعامل معاهم، بس المشكله ان انا جريح، بس اللي بره بيستفزوه، لذلك بيخرج لهم وبيقول لهم انا هخليكم تدفعوا الثمن على فكره انكم تنعتوا نفسكم بالابطال. نفس الامر ينطبق عليك اللي بتدعي نفسك بالوحش. بمجرد ان انا اقضي عليكم هدف بالرعب في الابطال كلهم، يلا هجموا عليا. بالفعل بيبداوا بالهجوم عليه وهو كمان بيهجم عليهم، بس اول واحد بيقدر ان هو يجرحه في وشه، الثاني بيهجم عليه باسهم سما بس بيقدر ان هو يتفاداها. هم ساعتها بيفهموا ان هم علشان يخلصوا عليه لازم ان يتكتروا عليه، وبالفعل بيعملوا كده وبيقدروا ان هم يسيبوه اكتر من مره. هو بيتفادى الهجمات كده في سهمين ساعتها بيسيبوه. اول واحد لازم نخلص عليه هو انت اللي بتحط السم في الاسهم. بيهجم عليه فعلا بس ده بيتفادى كل هجماته، وبيقول المشكله ان انا مش عندي القوه الكافيه اللي اقضي عليكم كلكم دلوقتي، ده حتى انا مش قادر اتفادى الرصاص ولا الاسهم ولا المنجل ولا السلسله. انا شكلي كده في وضع صعب. لسوء حظك يا صياد الابطال ديت هتكون نهايتك، لان كل اللي موجودين هنا موهوبين وجايين علشان يقتلوك. موهوبين؟ على فكره النكته ديت مضحكه جدا. امال صيادين الرتيبه اس راحوا فين؟ على فكره انتم مثيرين للشفقه. فبطل الرشاش بيقول له على فكره احنا موهوبين وعندنا قوه كبيره جدا، بس ابطال الرتيبه اس تم الاحتراف بيهم من قبل منظمه الابطال. بس هل دوت معناه ان احنا ضعفاء؟ اكيد لا. جارو في اللحظه ديت الرؤيه بالنسبه له بقت مشوشه، ودوت بسبب السم اللي في الاسهم، لذلك بيحاول ان هو يمطل علشان يسترجع قوته. هم بيلاحظوا ان هو بيحاول ان هو يكسب الوقت، لذلك بيفضلوا يهجموا عليه، بس دوت بيتفادى كل الهجمات. انت فعلا وحش. وهو بيقول انا مش بعد ما وصلت للمرحله ديت، انا صياد الابطال، انا بكره الابطال، انا بمقتهم. بطل المنجل ساعتها بيثبتوه وبيشدوا بقى علشان يوقعوه، لان التاني هيهجم عليه، بس دوت بيستخدم الفنون القتاليه وبيحرر نفسه وبيستخبى ورا البالونه ديت عشان الرصاص ما يسيبوش، بس ساعتها بيعدل نفسه وفي فينتو ثانيه بيقدر ان هو يهزم الاول. وفي لحظتها بيكون عند التاني بيهجم عليه بالاسهم، بس دوت بيشيله وبيخليه يتصدى للاسهم، وبعدها بيهزم بطل الاسهم بالطوبتين دول. انا كده هزمت نصكم. الخامس بيحاول ان هو يلحقه، بس دوت بيديله بالرجل بيجيبه على الارض. بطل الرشاش المره دي بيتدخل وبيفضل يهجم على جارو، فجارو راح عند ميجانا علشان يخلي بطل الرشاش يوقف ضربه، وبالفعل بيعمل كده. وكده جارو زنق ميجاني وعمال يضرب فيه. ميجاني في اللحظه دي بيقول انا مش مؤهل ان انا اكون بطل، انا ضعيف جدا، على طول لازم في حد يظهر وينقذني، انا شخص عادي خلاص بلغ كل حدوده. بس سايتاما قال له لو انت عندك وقت للانهيار قضيه في التقدم احسن. انا عملت كده فعلا، وبيتشجع وبيمسك جارو، بس انت بتتعامل مع الشخص الغلط اللي بيديله واحده في وشه وبيدمر له اسنانه وبيكمل ضرب فيه، وفي الاخر بقى بيديله واحده بيلزقه في الشجره. بطل اللدغه ما بيستحملش اللي بيحصل دوت، فبيروح يهجم عليه، بس دوت بيتفادى الهجوم وبيخمس فيه كده. الاتنين وقعوا، بس ساعتها بطل الرشاش بيظهر من وراه وبيقول له ديت نهايتك. فبيقول له ما تهجمش عليا علشان في طفل في الكوخ اللي ورايا. فبيقول له انت لازم تموت، وبيهجم عليه، بس دوت بيفعل الفنون القتاليه بتاعته وبيتصدى لكل الرصاص، ودوت اللي بيسيبه في حاله صدمه. شكرا ليك جدا انك اثبتت ليا ان الاسلحه الناريه ما قدامهاش اي فرصه قدامي، ايها ضعيف. يلا بقى استدعي ابطال الفئه اس علشان يتعاملوا معايا. بس دوت ما بيستسلمش وبيقول ابطال الفئه اس ما قدروش ان هم يحددوا مكانك، انا من الفئه ايه قدرت ان انا احدد مكانك، وانت هتموت دلوقتي على ايديا. وبينطلق عليه علشان يقتله، بس دوت بيقول له اخرس، وببنيه واحده بيجيبه على الارض. تم هزيمه ال8 على ايد الوحش جارو، وبيتجهز بقى علشان يمشي لانه منهك جدا. بس في اللحظه دي بيظهر جينوس اللي بيقول له ديت نهايتك يا صياد الابطال، وبتبدا المعركه ما بينهم. وجينوس طبعا اللي بيكون له الافضليه لان حرفيا جارو منهك جدا، لكن رغم دوت ده صياد الابطال اللي بيقدر ان هو يجيب جينوس على الارض بركله خارقه. جينوس بيستخدم الانفجار علشان يقتل جارو، بس دوت بيتفادى الانفجار. انت فعلا
تستحق لقب صياد الابطال يا جارو. نروح بقى الكينج وسايتاما اللي بيكونوا عمالين يلعبوا كده يا معلم ولا على بالهم حرفيا، تبا للحياه وتبا للي فيها، وسايتاما هو اللي عمال يخسر، ولكن بيقول كفايه لعب على كده، انا لازم اروح للمدينه علشان فيها وحوش وانا بامانه قلقان على جينوس، لذلك انا هنزل لهم. نرجع تاني عند جينوس وجارو بيكون وصل لحده، بس ساعتها بيفتكر تحركه بطل الكلب وبيقول انا هقلده، وبالفعل بينجح في كده، وفي لمح البصر بيقدر ان هو يقطع ايد جينوس، بس رغم ده بيكون قادر ان هو يتحكم بيها، وفي الاخر بيثبته في الشجره. هو انت ايه اللي بيخليك تهزم الابطال؟ كل ما في الموضوع اللي انا ما بحبهمش. احنا في وضع صعب دلوقتي، احنا منظمه الابطال لازم نتجمع علشان نهزم منظمه الوحوش، وانا مش فاضي ان انا اتعامل مع واحد تافه زيك وبيجهز بقى علشان يقتله. بس كلمه تافه دي بتضايقه جدا، لذلك بيكسر الشجره وبيتحرر ولون شعره بيتغير وبيقول انا الاقوى في العالم. جينوس بيقول له تبا ليك وبيجهز بقى علشان يخلص عليه، بس في اللحظه ديت منظمه الوحوش بتتدخل وبتحمي جارو. الوحش ده بيقول له احنا جايين ناخدك يا جارو سما، فبيقول له اغرب عن وجهي، وفي لحظتها جينوس بيكون خلص عليهم كلهم، وبيقول له هي دي بقى ورقتك الرابحه انك متعاون مع منظمه الوحوش صح؟ طب بتجهز بقى علشان هبتكم انتوا الاثنين. قبل ما اقتلك حابب اقول لك على حاجه، وهي ان انا المدرب بتاعي سايتاما اقوى شخص في العالم، ومفيش وحش بياخد في ايده اكتر من لكمه. في اللحظه دي بانجي بيتدخل وبيقول لجينوس اسمح لي انا اللي هخلص عليه، وبيكون جه هو واخوه اللي بيخشوا رايق بيسبب حرايق. انا بقالي كتير جدا ما شفتكش يا جارو، الصوت ده صوت العجوز المزعج. انت فاكر يا عجوز اول يوم انا جيت لك فيه مش كده؟ انا فاكره جدا، والاتنين بيبداوا في الهجوم على بعض بقبضه الماء، بس بانجا طبعا اقوى منه بكتير وبينزل ردم فحت فشخ في جارو، وبعدها بقى بيديله رجل بيجيبه على الارض وبيطير هو بقى وبينزل عليه بلكمه خارقه وبيكمل ضرب فيه. انا كنت بتمنى ان انا اقاتلك يا عجوز بقوتي الكامله، بس انا دلوقتي اصلا في حاله يرثى لها. بيحاول يهرب بس اخو بانجي الكبير حاضر في المكان. استسلم يا جارو ديت نهايتك، بس مش ناوي يستسلم، لذلك الاخين بيتحدوا هما الاتنين عليه وبيفضلوا يضربوا فيه، وهو بيقول للاتنين لكماتهم عامله زي الفولاذ، وحتى لو انا قدرت ان انا اهرب من الاتنين دول طبعا السايبورج مش هيسيبني. بانجي بيرزعه رجل خارقه وبيقول له انا هخليك تحس بالالم اللي انت خليت تلميذ العزيز شرانك يحس بيه. هو ساعتها بيفتكر الماضي بتاعه لما كل الاطفال اللي كان بيلعب معاهم نعتوا بالوحش، ولما كنت بلعب مع الاطفال لعبه الابطال انا اللي بكون الشرير ولازم اتضرب واتهزم بصمت، وحتى لما كنت بضربهم الكل بيطلعني انا الغلطان. انا بكره عدلة العالم انا لازم اغيرها، انا مش هستسلم. وبيكسر الارض من تحتهم، وفي اللحظه ديت العنقاء من منظمه الوحوش بيظهر وبياخد جارو وبيهرب. بانجو واخوه بيكونوا في حاله صدمه، ولكن سرعان ما جينوس بيتدارك الامر وبيجهز بقى علشان ينسف العنقاء وجارو وبيهجم عليهم فعلا. بس في اللحظه ديت الحريش الاعظم بيظهر وبيتصدى للهجوم قبل ما يوصل لهم، وبيخرج بقى بجسمه الكامل اللي بيكون ضخم بطريقه مش طبيعيه. وعلى الرغم ان جينوس هجم بقوته الكامله بس الحريش الاعظم ما تاثرش تماما، والثمان ابطال اللي اتهزموا على ايد جارو بيكونوا هيموتوا، بس الثلاثه بيقدروا ان هم ينقذوهم. العنقاء في اللحظه دي بتقول للجارو كويس جدا ان انا اتدخلت في الوقت المناسب قبل ما تموت، بس ده بيقول له ما حدش طلب انكم تساعدوني. جارو احنا بنساعدك علشان انت بتساعدنا في هزيمه الابطال واحنا مش عايزينك تموت، لذلك بقى سيب الباقي علينا، لان الحريش الاعظم هيقتل الثلاثه اللي من الراتبه اس دول، لانهم ما قدامهمش اي فرصه في هزيمته تماما. مفيش بس غير 4 اللي يقدروا ان هم يهزموا الحريش الاعظم. اولهم هي تاتسوماكي الاحصار الفظيع، الثاني هو ميتل نايت اللي المستوى بتاعه مجهول بالنسبه لنا، والثالث هو كينج اقوى بشر على الاطلاق، اما الرابع هو بلاست اقوى بطل في منظمه الابطال بالكامل اللي كان في الماضي هيئه الحريش الاعظم. بمعنى اخر يعني يا جارو مفيش اي حد من الثلاثه دول هيقدر ان هو يهزم الحريش الاعظم. في وقت الحريش الاعظم بيتحرك جينوس بيهجم عليه، ولكن ما بيتاثرش، لذلك بيبعدوا بيخلي الاخوه يهجموا عليه بهجوم فتاك، بس ما كانش كفيل ان هو يهزمه. كل ما في الموضوع بس ان هم دمروا الحراشف بتاعته اللي سريع بيقدر ان هو يجدد نفسه ولكن في اي حاجه. وعلى الحاله ديت هو لو راح على المدينه هيدمرها عن بكره ابيها، والثلاثه مش عارفين يعملوا ايه. بس ساعتها جينوس بيقول انا لازم ادمر نفسي معاه. الاثنين بيرفضوا، كمان بيفتكر كلام جوسين لما قال له ما تضغطش على نفسك، بس ما بيهتمش بكلامهم خالص وبيندفع بكل ما عنده. انا لازم اقتلك، انا لازم ادمرك، انا لازم انسفك. ولكن سرعان ما بيخسر رجله، لا وكمان الحريش بيمسكه وبيقسمه نصين. ديت نهايتك يا جينوس، او اللي احنا كنا فاكرينه، لانه المره دي بيقدر ان هو يلحم نفسه بنفسه، وبرجله الثانيه بينزل على الحريش الاعظم بقنبله موقوته، وبسبب كده بيقدر ان هو يكسر سنانه وكمان بيخش جوه بطنه، وبيستخدم انفجار بيأثر على جسد الحريش بالكامل. بس ما كانش كفيل ان هو ينهيه، لانه بيطلع جسم من بقه لا وكمان
بيجدد نفسه مرة تانية وبيضحك ضحكة شيطانية وبيهجم على جينوس، بس في اللحظة دي بانجي بيتدخل وبينقذوه وهو واخوه بيهربوا لان هم ما قدامهمش اي فرصة قدام الحريش الاعظم اللي عمال يطاردهم. وجينوس بيقول طب انا ناقص ايه علشان اقدر اللي انا اهزم وحوش بالمستوى دوت؟ انا بذلت قصارى جهدي بس انا مش قادر. بانجي بينزل جينوس من على ظهره وبيجهز بقى علشان يقاتل الحريش بنفسه، بمعنى اخر هو كده بينتحر. لسه بيكون هيقاتل ولكن في اللحظة دي كينج بيتكلم وبيقول ايها الحريش انا جبت معايا بلاستو، ايوه الراجل اللي اوسعك ضرب زمان. الحريش اول لما بيسمع الكلام ده هو بيتحرك علشان يقتل كينج، بس هو دوت اللي بيحصل يا صديقي. ايوه راجل اللكمه الوحيده بيخلص عليه. جينوس اول لما بيشوفه بيروح له وبيقول له هو انا ايه اللي ناقصني علشان اكون زيك على ما اظن كده القوه؟ فبيقول له شكرا ليك يا عم ما تاخدش سايتاما مقياس. سايتاما بيقول يلا بينا نرجع للبيت. ننتقل بعد ذلك بقى صديقي الجارو اللي بيقول انا هستريح دلوقتي بس اقسم ان انا مفيش حد هيهزمني بعد كده. العنقاء بيقول له استريح احنا رايحين دلوقتي عند اوروتشي. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الموسم الثاني. قيم لي بقى يا صديقي تقييمك للانمي كم من 10؟ انا بالنسبه لي 8 من 10. اكتب لي برضه تحت في الكومنتات مين شخصيتك المفضله، وقبل ما تخرج ما تنساش تعمل لايك واشتراك وشوف الفيديو دوت ودمتم في رعايه الله. سلام.